أهلا بحضراتكم. بمناسبة مرور سنة كاملة على حكم المعتوه عبد الفتاح السيسي، حاجة حصلت غريبة جدا. تم تأسيس أول حزب للحمير في كردستان العراق. عمر إجلول الأمين العام لجمعية حمير كردستان. مساء الخير عمر. شو هاي؟ شو عملت؟ شو هاي؟ تحية. هذا أنا أبو صابر. أوكي فيكتوري أند أوكي. هيدي شو؟ شو يعني؟ يعني أسلم عليكم وأقول أوكي. المشكلة إن السيساوية اللي في مصر سمعوا بموضوع حزب الحمير، فقرروا إن هم يعملوا فرع لحزب الحمير في القاهرة، وكل أعضاء طبعا من السيساوية. شو هي؟ مجموعة حمار تحت وحمار فوق. حمار تحت وحمار فوق. حكي قبل شوي يعني ابو صابر رتبته الامين العام والحمار الكبير، يعني عذرا انا عم بنقل كلامك. هذا وأنا أفتخر به. تفتخر؟ كلنا نفتخر بيه. كلنا نفتخر به. انت شو رتبتك في المجموعه؟ أنا حمار تاني. المسألة ما فيهاش شو يعني حمار تاني؟ احنا أول ما بنخش بنبقى في رتبة جحش، ده البداية خالص. اعلى عمر كمان. طب ماشي، ما هي المشكله. ما هو اصل الموضوع زي بعضه. نعم. خلاص بقى جحش، بيبقى ده في البدايه، بتبقى زي حاجه كده زي تحت التمرين لغايه ما بتتخلص من عقدتك الانسانيه وتتحول لحمار. بعد كده تبقى حمار تاني، بعد كده حمار اول. حمار اول. وامتى بدك تصير حمار اول؟ لا ده لسه بدري قوي. لسه بدري. يعني رح احكي بعد شوي معك خلال الحلقه حسام عن الجحش، الحمار الاول والحمار الثاني. أيوة. يعني لا، ولكن انتم كمجموعه الحمير المصريه شو ابرز المناسبات والنشاطات اللي بتقوموا فيها يعني داخل هذه المجموعه هذه المجموعه؟ احنا عندنا 3 مناسبات. في عندنا يوم الضرب، يوم النهيق، يوم البردع. يوم الضرب شو يعني؟ يعني بنضرب بعضينا عشان نحس بآلام الحمار. نعم. بس. ويوم النهيق؟ يوم النهيق شو يعني؟ شو بتعمل؟ بننهق. كيف بتنهق؟ وشو بتعمل؟ عادي زي الحمار ما بينهق. عم تحكي جد؟ بحكي جد. وين بتم يوم النهيق؟ بنتجمع كلنا وننهق في شوارع القاهرة؟ لا مش في شوارع القاهرة. القاهرة زحمة، لو شافونا هيضربونا. يعني اقول الناس مجانين، هنخش السرايا. عندنا في سرايا صفراء اللي هي مستشفى المجانين. وين لك؟ اللي بندور على مكان فاضي بنتجمع فيه، بنتقابل فيه ونقعد ننهق. بعد أطول عمر في التاريخ، الحوار اللي عمله شفيق بين نقط كتيرة جدا كنا محتاجين ان احنا نعرفها. تعالوا نشوف بالفيديو اعترافات مهمة جدا توضح مين اللي اتخذ قرار بالتخلص من الإخوان في مصر. باعتبار خبرتي القديمه وقبل زراعه مع الناس الاجانب مع الامريكان. ايوه. يعني انت قابلت قابلت هنا الامريكان هنا. المسؤولين الامريكان هنا. ايوه. ودعمت رؤيه انه ما فيش حاجه اسمها انقلاب وما فيش حاجه اسمها مش عايز كلام. طبعا هنا طبعا. ومع مع مركز دراسات بتاع الشرق الادنى. وكل ده على علم بيه جهاز المخابرات العامه المصري. طبعا. فكانت هناك قضيه بتجهز لقيادات الاخوان المسلمين. وعايز اقول لك على حاجه، وهذا ليس سرا، يعلمه اللي بيشتغلوا في السياسه كلهم. كان هناك لقاء بين المخابرات المصريه والمخابرات الامريكيه ومخابرات دول اخرى في الاردن قبل الميليشيات وقبل القصص دي بعد الانتخابات، لترتيب كيف يتم ضرب الاخوان المسلمين. وتم الاتفاق، وكان السيد عمر سليمان الله يرحمه حاضر هذا اللقاء، واللقاء ده شهير جدا، وكان لقاء سري بين أجهزة مخابرات لضرب الإخوان المسلمين حتى لا يصعدوا هذا الصعود الكبير. أنا في الوقت ده كنت بدافع عنهم عن حقهم في وجود حزب ليهم. اتخذ القرار وجات المخابرات المصرية مع أمن الدولة ينفذوا القضية بتاعتهم. في مارس أبلغت مين يا فندم أن الأمر قد انتهى؟ يعني جه مسؤول أمريكي كبير جدا والتقى بيا في الوزارة يعني، وقال لي من فضلك يعني بيقولوا انك انت مدرك للواقع هنا، النصايح ايه؟ قلت له الوقت انتهى،
انا ما عنديش نصائح ليهم. الوقت كان ادوك كذا. امبارح كان رئيس المخابرات الامريكيه موجود في مصر. هو جاي يتفسح؟ مش جاي يتفسح، مش جاي يتفسح. لقائه مع الرئيس ولقائه مع رئيس المخابرات اللي هو خالد فوزي بتاع، مش جايين اكيد. الامريكان لما يجي رئيس المخابرات الامريكيه يبقى في حاجه تيجي لمصر، لانه ده قوه مصر كانت كده، انه الامريكان في معلومات والتنسيق مصر مركز مهم ما اقدرش استغنى عنه. حاولوا يستغنوا ما يقدروش، يعني حاول يستغنى عن مصر ما عرفش. ان العلاقات المصريه الامريكيه لا توجد مشكله في العلاقات المصريه الامريكيه، لان مصر بتقوم بدور رئيسي في مقاومه الارهاب في الشرق الاوسط، ومصر كمان ليها دور رئيسي في تامين قناه السويس، ومصر ايضا مسؤول عن امن اسرائيل، وبالتالي العلاقات مصر مسؤوله عن امن اسرائيل ازاي يا فندم؟ نعم فندم؟ حضرتك بتقول مصر مسؤوله عن امن اسرائيل. مصر هي مسؤول لان بيحكمنا اتفاقيه كامب ديفيد، وكلا امريكا بتحرص على استمرار هذه الاتفاقيه ده معناه ان احنا مسؤولين عن مستوى معين للامن المصري الداخلي وفي منطقه الحدود والتماس، لكن انا هبقى مسؤول عن امن اسرائيل ازاي؟ انا مش سامع الصوت، ما يكون الصوت عالي شويه. انا هستاذنك خليني اروح لما نشرته الواشنطن بوست. نحن ناس شرفاء أمناء، خلي بالكم من الكلام ده كويس. اوعى تفتكر انك انت بتقف ورا غدر ولا خيانة ولا مكر ولا دسائس، لا، احنا ما عندناش الكلام دوت، وانا باكده دلوقتي معاكم ليكم كلكم عشان افكر نفسي وافكركم. نحن لا نخون ولا نتآمر ولا نغدر ولا نكيد. نحن مؤسسة شريفة وطنية. طيب بعد ما شفنا وعرفنا ان المخابرات الامريكيه هي اللي منظمه ثوره 30 يونيو العظيمه، عايزين نشوف راي الحاج شفيق في الثوره دي. هل هي استكمال لثوره يناير ولا حاجه تانية؟ طريقة تقييمك للاحتجاجات في الشارع المصري، هل ربما تعتقد أنها موجة حراك ثانية يمر بها الشارع المصري؟ مؤكد مش حراك، دي ثورة أخرى بيقوم بها الشعب المصري للتخلص من الثورة الأولى أو اللي دعينا ثورة أخرى. برضه في اعتراف مهم جدا لشفيق. هل يا ترى لو الشعب صار على الرئيس منتخب يبقى طريقه التغيير عن طريق الجيش ولا عن طريق الانتخابات؟ تعالوا نشوف معانا. لأن تصبح لهذا المكان أو لهذا التجمع أو لهذه الآراء شرعية أو مشروعية. هو العدد، يعني لو ميدان التحرير امتلأ وميدان القائد إبراهيم امتلأ وميدان الأربعين امتلأ وبقى في أعداد كبيرة تمثل 4 مليون 5 مليون أيضا، برضه ال5 مليون ما يشكلوش. حضرتك ما بتشوفش إن المسألة مش بالعدد اللي هينزل الشارع إطلاقا. بدام الجمهور نزل وحط رأيه في الصندوق هو الفيصل، هو الفيصل. عايزين ناخد رأي تاني، ناخد رأي الصندوق برضه، ان هو ده الفيصل. هو ده الشعب المصري اللي بيحط رأيه في الصندوق. غير كده دي اجتهادات، آراء، ومين يحظر على الآراء او مين يجرؤ انه يحظر على رأي؟ ما هو يدي رأيه ويقول ويعبر. امال هم عملوا الميادين اللي بيتاح فيها ابداء الرأي ليه؟ ما عشان كده. طيب في ناس لحد دلوقتي اهم حاجه عندها ان حاكم مصري يبقى عسكري، حتى لو خاين مش مشكله.
اهم حاجه انه يبقى راجل عسكري وشجاع وذكر، مش مشكله لو خاين زي ما قلنا. تعالوا نشوف سفريات السيسي مدى شجاعته في مواجهه الناس المتظاهرين في السفريات المختلفه. لان هم واقفين في مكان مختلف تماما عن المكان اللي وصلت اليه طائرات الرئيس، وخرج الرئيس من بوابه اخرى تماما. يعني في بعض الناس يا شردي معلش وضح لي، في بعض الناس دافعه لبعض عناصر الاخوان المسلمين علشان يقفوا في مكان ما. بص يا اسامه، انا عايز اقول لك ان كل التحركات التي تتم من الاخوان المسلمين تم ترتيبها منذ اكثر من شهر. كل هذه التحركات تتكلف مئات الالاف من الدولارات يوميا او تكاد، ودي اكيد مدفوعه من حد. انما انا هقول لك ايضا على الجانب المصري، اول حاجه راحت فلوسك يا باشا عند المطار. ثاني حاجه ان هم ايضا اخذوا تصاريح للوقوف احتجاجا امام فندق الوالدورف استوريا، على اعتبار ان الرئيس مثل معظم الرؤساء الذين ياتون الى الامم المتحده سيقيم في هذا الفندق، ولكن الرئيس يقيم في فندق اخر مع ولما كنا على فكره في المانيا، ويمكن ممكن اقول لكم خبر المفروض يعني ما كانش اقوله، بس لا هقوله حان الوقت. يعني احنا رجعنا خلاص وعدى اسبوع اهو. يوم الرئيس ما كان راح يقابل اول بدء زياره رسميه للرئيس، ولقائه والاستقبال الرسمي في الرئاسه الالمانيه. الباب الخلفي للفندق اللي هو مخصص لنزول الرئيس والركاب الخاص بالرئيس. لقوا مجموعه من الارهابيين حوالي 10 12 واحد، سابوا المكان اللي هو محدد لهم انهم يقفوا يتظاهروا او يقفوا يعملوا اللي هم عايزينه. سابوا المكان وراحوا فين؟ عند الباب اللي هينزل منه الرئيس. انا بقول لحضراتكم ما جرى، واول مره هتسمعوا الكلام ده ومش هتعرفوه من حد. يعني الامن طبعا هناك موجود، بلغوا خلوا بالكم في مجموعه جت 10 12 واحد جايين وبيهتفوا وبيعملوا. طيب خلاص. له مصطفى شريف رئيس ديوان الرئاسه بلغ الامن الالماني مش هننزل، لا مش نازلين. وبين بلاغ تافه ملوش اي لازمه الصحافه اللي هنا هي اللي ضخمته عن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحسبا ان هو يروح جنوب افريقيا. واحد محامي تافه هناك راح مقدم بلاغ قال لك لا نستوقف. الرئيس مش طالع جوهانسبرج لما الحاجات تتعمل صح في مصر. في جهاز محترم اشتغل وجاب معلومه انه الزياره دي فيها حاجه ريحتها وحشه. ايه يعني؟ في حاجه ريحتها وحشه، يا عمليه امنيه يا عمليه مؤامره، في حاجه تسيء للرئيس يا جسديا يا قانونيا، في حاجه. اجري يا مجدي. طبعا زي ما شفنا سيسي بيستخبى زي الفار من المتظاهرين في كل سفرياته. تعالوا نشوف بقى العسكري الثاني شفيق. اول لما سمع نتيجه الانتخابات اول حاجه عملها ايه؟ قلت لسياده المشير انا هطلع اعمل عمره 3-4 ايام، لو شميت اي حاجه غريبه ممكن اتاخر شويه. وبعدين انا جاي بخبر. طب خلاص مع السلامه، سلام، وسلمنا على بعض ونزلنا. انا بقى الساعه 12 بالليل والله الساعه 12 بالليل انا قررت ان انا اطلع في طياره 4:15 الصبح بتاعت ابو ظبي من تواتر الاخبار اللي بتجيلي. كويس. ودورت على الناس يدوني تاشيره في الوقت المتاخر بالليل وبتاع لاحد ابنائي، واتكلت على الله متعجلا. في ساعه لميت شنطي ورحت على المطار. اثناء حمله مهيطه الانتخابيه السيسي وعد قرايبه في اسرائيل بوعد مهم جدا، هو بدايه التطبيع. ده كان مطلب اساسي لاسرائيل. تعالوا نشوف الوعد اللي السيسي وعده لقرايبه. يعني انا ما قلتش بس المسلم والمسيحي بالمناسبه بس، لا انا قلت كان في معبد يهودي في حاره اليهود كنت بعدي عليه ولم اجد عباره مسيئه مره، وانا مدرك وفاكر كويس قوي، ولا رسمه بتقول غير ان انا شايف ان في نجمه على ان ده معبد يهودي، ودي هم اللي عاملينها. يعني هم النجمه السداسيه بتاعتهم كانت موجوده، ومحدش لا اذاهم ولا ضايقهم ولا استفزهم ولا تحرش بيهم ابدا خالص.
وانا متاكد من اللي انا بقوله. فانا هل احنا ممكن نرجع لده تاني؟ انا متصور هنقدر نرجع. استكمالا بقى لملف التطبيع، طبعا كلنا شفنا في اول رمضان المسلسل بتاع حارة اليهود. تعالوا نشوف النقط الاساسيه اللي المسلسل ده بيتكلم عليها. انت ست متدينه وعارفه التوراه بيقول ايه؟ واعطى الرب اسرائيل كل الارض التي حلف انه يعطيها لابائه. وسفر التكوين حدود ارض الميعاد من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات يا امي. اليهود في مصر مش انتوا بس، ده معظمهم غلابه زي بقيه المصريين. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. שלום לכם, אני מברך את אזרחי ישראל. انت مال امك؟ مال امك انت؟ فهذه المرة مختلفة جدا. هذا المسلسل يعرض من ناحية أخرى لليهود المصريين لربما إيجابية أكثر، والذي أثار أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تحدثت على أن هناك تغيير في الإعلام المصري، وأعادت بالشكر والفضل للرئيس الحالي المصري عبد الفتاح السيسي، والذي نتذكر إذا تذكرت معي طبعا فراس بأن قبل أن يترشح للرئاسة اعترف عبد الفتاح السيسي بأنه ابن لحارة بار اليهودية، وأنه تربى ونشأ في هذه الحارة اليهودية، وأن له ذكريات جميلة. فلربما الاسم حارة اليهود الذي عاش فيها عبد الفتاح السيسي تنطبق مع هذا المسلسل. دايما أحمد شفيق يكلمك دايما عن الخبرة يا فندم، الخبرة يا فندم. أحمد شفيق لما شارك في الانقلاب كان متخيل أنه بعد الانقلاب ما يحصل السيسي هيقول له تعالى مصر اتفضل استلم السلطة. طبعا ده قمة السذاجة. تعالوا نشوف عبد الرحيم علي قال ايه بعد الانقلاب، ايه اللي هيحصل. احمد شفيق ترشح والشعب لم يختاره، اختار محمد هذا غير صحيح. الانتخابات زورت الاسبوع القادم وده على الهوا عندك اهو. نعم. ستشهد مصر مفاجأة كبرى في الحكم في تزوير الانتخابات المصرية. وهي الحكم بتزوير الانتخابات المصرية. سيصدر حكم، أنا متأكد، بتزوير الحكم، بتزوير يعني سيكون الفريق أحمد شفيق رئيسا شرعيا منتخبا على الورق. على الورق. طب وانت منين تعرف ده؟ لانه التقارير كلها بتاعت المفوضين والتقارير اللي اتقدمت للمحكمة. يعني حكم سيصدر الاسبوع المقبل. من اين لعبد الرحيم علي ان يعرف هذا؟ اي حد بيعمل انقلاب عشان ياخد السلطة لنفسه. مستحيل حد يروح يعمل انقلاب عشان يدي السلطة لغيره. عشان كده لحد دلوقتي احمد شفيق ما رجعش مصر، والسيسي هو اللي خد السلطة، لان هو ده السبب الاساسي اللي السيسي رضي انه يقوم بدور الانقلاب عشان ياخد السلطة لنفسه. بس احنا ملاحظين حاجة غريبة، ان الصحفي عبد الرحيم علي دايما بيدافع عن شفيق، ودايما بيبقى هو مصدر للأخبار عن شفيق. يا ترى ليه؟ فأحيانا يسرح ودموعه تنزل إنه بعيد عن بلده، إنه مضطر إنه يبقى بعيد عن بلده، وإنه هو الرئيس الشرعي لهذه البلاد طبقا لآخر انتخابات، ومحكوم عليه بإنه يبقى موجود بعيد عن وطنه، مطارد. وكان أحيانا يعني لما باخده في حضني وأنا بسلم عليه بحس قد إيه بدموعه السخنة، وهو يعني هذا العملاق. ها يا ريتني كنت انا يا اخي، والله العظيم كلنا فداك يا ريس، كلنا فداك يا ريس، والله يا ريتني كنت انا. انت فاكر ان انا وانت بس كده؟ لا احنا كتير قوي هنا في اوروبا وفي امريكا وفي الخليج، في الدنيا كلها. زي ما حضراتكم شفتوا الموضوع كله مؤامرات في مؤامرات، كلهم عسكر خونة في بعض. احنا مكملين ثورتنا ان شاء الله، حتى لو خدت وقت مش هنزهق، مكملين بإذن الله. شكرا.